بنبدأ مع بعض فيديو جديد على قناتنا على اليوتيوب مستر أحمد أبو سمرة في كورس القواعد الشامل الخاص بينا اللي بدأناه مع بعض بداية من الحلقة الأولى. مش عارف بصراحة يعني ممكن وصلنا لأكبر عدد مشاهدين حتى الآن لمعظم طلبة الثانوية العامة ومعظم طلبة المرحلة الإعدادية لكورس القواعد الشامل، لأنه مفيد جدا زي ما قلت لحضراتكم في بداية أول فيديو خاصة لطلاب الثانوية العامة 2025. وصلنا مع بعض لصفحة 150 بنحل النهارده some exercises بعض التدريبات على الاف conditionals اللي هي حالات اف. طبعا موجود عندك الرابط البي دي اف، رابط البي دي اف الخاص اللي احنا شغالين بيه الخاص بينا في اول رابط في اول تعليق من التعليقات. بنبدأ مع بعض هنا بنقول choose the correct answer، بنحل على قواعد اف الحالة الصفرية، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. فبنحل نقول نمبر 1 رقم 1 تمام you shouldn't drive a car، أنت لا ينبغي عليك أن تسوق سيارة. طبعا دي حالة أولى لأن فيها should زائد فعل في المصدر تمام. ومعانا هنا you have a driving license. if you have a driving license يعني رخصة سواقة، يبقى لا ينبغي عليك أن تسوق سيارة لو معاك رخصة سواقة ولا لو معكاش رخصة سواقة. لو معكاش طبعا إذا لم تكن تمتلك رخصة سواقة يبقى unless you have a driving license زي ما قلنا unless عكس كلمة F أو النفي بتاع كلمة F. Number 2 if you don't hurry up، إذا أنت لم تسرع you not miss the bus، أنت ساعتها هتفوت الأتوبيس. يبقى if you don't hurry up you عندنا هنا you will miss the bus، أنت سوف تفوت الأتوبيس. معنا طبعا جملة منفية في المضارع البسيط يبقى you will miss the bus. رقم 3 if you're not faster he would have arrived. معنا هنا would have ذات تصريف ثالث، معنا would have ذات تصريف ثالث، فدي الحالة الثالثة من حالات F. فالجملة الأولانية تيجي معانا في زمن الماضي التام بنختار had driven. بعد كده رقم 4 unless he gets up early، إذا لم يستيقظ باكرا he not the school bus. طبعا هنا معانا مضارع بسيط يبقى الجملة الأخرى تكون في المستقبل باستخدام will زائد الفعل في المصدر يبقى will miss the school bus. بعد كده معانا نمبر 5 رقم 5 if I not stronger I'd help you carry the piano، أنا سوف أساعدك في حمل البيانو. يبقى لو أنت تمام. معانا طبعا الجملة الثانية فيها would زائد فعل في المصدر، فدي حالة إيه؟ دي حالة ثانية سوري دي حالة رقم 2. معانا هنا if I تمام. حالة رقم 2 يبقى if I معانا طبعا will be stronger ما تنفعش. معانا طبعا if يأتي بعدها ماضي بسيط، ماضي بسيط يبقى were if I were stronger لو أنا كنت أقوى I'd help you carry the piano كنت هساعدك في حمل البيانو. نمبر 6 رقم 6 I would have bought. يا مستر هي ثانية واحدة رقم 5 هي الاي بيجي بعدها where. أيوة ما احنا قلنا يا جماعة عندنا حالة شاذة بالنسبة لحالات اف بس إن الاي يمكن إن يأتي بعدها where تمام في الحالة الثانية الاف، لكن المفروض إن الاي بيجي بعدها was. رقم 6 I would have bought أو would have ذات تصريف ثالث يعني حالة رقم 3 يبقى دي حالة رقم 3 يبقى حالة ثالثة. يبقى if I had enough money اختار بقى ماضي تام had يعني had ذات تصريف ثالث، والتصريف الثالث معايا هنا من الفعل have had. تمام. بعد كده رقم 7 if you eat much fat لو انت بتاكل much fat يعني دهون كتير تمام you not weight يبقى انت هتزيد في الوزن، يبقى ربما ان انت تزيد في الوزن يبقى you طبعا دي مضارع بسيط فدي حالة رقم 1 حالة رقم 1 الحالة الأولى يعني. يبقى عندنا الجملة الثانية هيكون فيها will زائد الفعل في المصدر يبقى you will gain weight. رقم 8 if I not a spaceship I would travel to the moon لو انا كان عندي يعني سبيس شيب انا كنت هسافر للايه ذا مون. طبعا ودي زي ما قلت لكم دي اصلا التصريف الثاني من الفعل well تمام. معانا هنا دي حاله ثانيه يعني ماضي بسيط فنختار هنا ماضي بسيط فنختار had يبقى if I had a spaceship I would travel to the moon. بعد كده رقم 9 if he had studied لو هو كان ذاكر او had ذات تصريف ثالث. رقم 3 انا حاله ايه حاله ثالثه يبقى نختار في جمله جواب الشرط would have ذات تصريف ثالث يبقى would have ذات تصريف ثالث بالشكل ده كده يبقى would have got. رقم 10 if you came late لو انت اتيت متاخرا you not the interview يبقى انت هتفوت الانترفيو. يبقى if you come late لو انت جيت متاخر you عندنا طبعا هنا came في الماضي يعني تصريف تاني يعني حالة تانية نختار فعل تصريف تاني يبقى عندنا would زائد فعل في المصدر يبقى would miss the interview. رقم 11 he would go home هو سوف يذهب أو هو كان هيذهب للبيت تمام. طبعا ده تصريف تاني فدي حالة تانية فنختار في الحالة التانية ماضي بسيط بعد F يبقى ماضي بسيط rang 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 rung
ده التصريف الثالث، ده V3، لكن ده V2 وده V1. يعني تصريف الفعل عامل كده ring rang wrong ring rang wrong. طبعا الرينجز اللي في النص دي مش عايزينها مضارع بسيط. بعد كده معانا صفحه 150 رقم 12 if you feel cold، لو انت بتشعر بالبرد تمام، وفي طبعا مضارع، فدي اصبح طبعا ممكن تكون حاله صفريه او حاله اولى، وفي الاغلب دي حاله اولى تمام كده. لا دي حاله صفريه، دي حاله الزيرو الصفريه مش الحاله الاولى. حاله صفريه مضارع بسيط ومضارع بسيط. مضارع بسيط فالناحيه الثانيه مضارع بسيط يبقى wear وجمله امريه كمان wear a jacket، البس الجاكيت تمام wear a jacket تمام. بعد كده معانا رقم 13 if I had enough money، لو انا كان معايا فلوس كفايه I not a new bike تمام. لو انا كان معايا فلوس كفايه يبقى هاد ماضي بسيط يعني V2، فاصبح الجمله الثانيه يجي فيها would buy. بعد كده رقم 14 they will travel abroad، هم سوف يسافرون بالخارج، ومعانا هنا will زائد فعل في المصدر، فاصبح ان if هياتي بعدها ايه؟ دي طبعا حاله رقم واحد الحاله الاولى، فاف هيجي بعدها مضارع بسيط، فاختار طبعا مضارع بسيط مع they، يبقى they have enough money. بعد كده رقم 15 if I visit أسوان، لو انا بزور أسوان تمام، وفيزيت هنا مضارع طبعا بسيط، فالجمله الاخرى يكون فيها مستقبل بسيط يبقى will زائد فعل في المصدر يبقى will send. بعد كده بيقول لي fill the space with the correct answer، يعني املأ الفراغات ب the correct answer الإجابة الصحيحة. فمعانا هنا number 1 if صلاح not I not surprised، ركز معايا لو سمحت كده. if صلاح وجايب لي هنا come عايزني احطها في الجمله، وعايزني كمان احط الفعل be في الجمله تمام، مفيش مشكله. هنعملها مثلا حاله اولى تمام بالشكل ده كده، يبقى if صلاح comes واجيب الفعل come واحط له اس لو صلاح بياتي يعني تمام، او صلاح لو كان اتى يعني، لو كان ده خيال ماشي. يبقى عندنا if صلاح came تمام I would be surprised، كنت ساعتها هكون متفاجئ يعني I would be surprised بالشكل ده كده. طب رقم 2 if they not here they not late، يبقى if they not ومعانا الفعل wait اللي هو ينتظر here هنا تمام they not late تمام. بس في الجمل هنا مش واضحه بالشكل الكافي ان احنا نختار لها حاله اولى ولا حاله ثانيه وهكذا، بس احنا نبدا نبص بقى للاستخدام تمام. عندنا في الحاله الاولى بتستخدم للتعبير عن احتماليه حدوث شيء في المستقبل تمام، يبقى if they لو هم wait زي ما هي مثلا wait here انتظروا هنا تمام they will be late تمام they will be late بالشكل ده كده. طيب رقم 3 if you're not to bed you're not tired tomorrow كنت تعبان بكره، يبقى if you're not تمام if you don't مضارع منفي if you don't go to bed لو انت ما رحتش تنام تمام، او لو انت ما بتنامش يعني يبقى او ما رحتش تنام تمام. في المستقبل بقى يبقى you will be tired هتتعب يعني هتكون تعبان بكره تمام. بعد كده رقم 4 سارة not early if they not want، يبقى سارة تمام if they ماشي، يبقى ممكن نقول مثلا هنا في جملة سارة would came will came early مش will come early هتيجي بدري if they ومعنى هنا want بمعنى يريد if they عندنا want يريد بقى زي ما هو if they want لو هم عايزين يعني، او لو هم كانوا عايزين لو اذا هم يريدون سارة سوف تأتي مبكرا. ممكن برضه نعملها في الماضي في الحالة الثانية، ممكن نقول سارة came early سارة أتت مبكرا if they would لا مش ماشية مع المعنى هنا تمام. الحالة الثانية بتصل للخيال لشيء غير متوقع او ممكن حدوثه في الوقت الحالي. رقم 5 he not in Cairo if he not a job، he تمام ماشي، ممكن نقول هنا he will stay هو سوف يمكث في القاهرة، هيقعد في القاهرة تمام if he gets ونحط لها اس gets a job مضارع بسيط. بعد كده رقم 6 she not a new car if she not enough money لو هي معاها فلوس كفاية تمام، لو هي كان معاها فلوس كفاية. فانا هعمل دي ماضي واخليها had، واعمل هنا طبعا دي حالة تانية اعملها بالحالة التانية يبقى اقول هنا would buy او might buy تنفع برضه. المهم would buy a new car يبقى هي كانت ممكن تشتري عربيه جديده لو هي كان معاها فلوس كفايه، بس طبعا هي معهاش فلوس كفايه ولا يمكن حدوث هذا الشيء في الوقت الحالي تمام، يصعب حدوثه يعني. رقم 7 نورة not dinner if محمد عندنا الفعل go to the market، يبقى نورة
تمام. عندنا ممكن نقول لو قلنا cook dinner لو نورة بتطبخ الغداء، لو محمد تمام ماشي. يبقى عندنا لو محمد بيروح اهو goes يذهب الى الماركت، نورة will cook او كان ذهب. ممكن برضه نعملها في الماضي البسيط، الماضي البسيط افضل. إيه لو محمد went to the market، لو محمد كان راح السوق وجاب حاجات يعني، يبقى نورة يا ساعتها كان نورة would cook dinner، كانت ساعتها نورة كانت هتطبخ او كانت هتعد الايه العشاء. يبقى وود كوك، والناحيه الثانيه وينت في الماضي، يبقى دي حاله ايه؟ حاله ثانيه. بعد كده رقم 2 احمد اند اي، انا واحمد نوت ليت اف وي نوت هاري، لو احنا ما سرعناش يعني لو احنا ما بقيناش اسرع هنتاخر. يبقى انا واحمد دي حاله اولى، يبقى انا واحمد will be late او will be زي ما هي will be late if we don't hurry. if we don't hurry بمعنى يسرع تمام. if we don't hurry بالشكل ده كده. طيب رقم 9 انا حاسس ان انا عايز ابدل اللون واجيب لون مختلف، ممكن نجيب لون ازرق مش موجود معانا. he not a taxi if it rain. he not a taxi if it rain يبقى هو بياخد تاكسي، حالة صفرية عادي خالص. he takes a taxi if it rains، لو هي بتمطر هو بياخد تاكسي، دي حاجة ثابتة عادات يعني. يبقى he takes a taxi دي حالة صفرية. he takes a taxi if it rains. تمام. بعد كده رقم 10 سارة not if you not with her، يبقى سارة ومعانا هنا هننفي الجملة، هنشوف لسه هننفي الجملة بإيه، ومعانا الجملة برضه التانية منفية with her. طب هنجرب مع بعض الحالة الأولى. سارة تمام، والمفروض يأتي في هنا بقى طبعا ويعني want to go. سارة مش هتروح تمام. want to go if you not with her، لو أنت تمام ما رحتش معاها، يعني سارة لو أنت مش بتروح معاها مش هتروح. تمام ماشي، الحاله الاولى ماشيه. لو انت ما كنتش رحت معاها بقى في الماضي، لو عملناها مثلا في الماضي لا، يبقى الحاله الاولى افضل. يبقى ساره want اهو نجيب الفعل will في، يبقى want to go مش هتروح او مش هتروح يعني if you don't مضارع بقى بسيط منفي if you don't go، لو انت مش بتروح معاها هي مش هتروح. رقم 11 if we not plastic rubbish we will pollute the air، ساعتها احنا هنلوث الهواء pollute the air. تمام. معانا هنا كلمة will زي ما انت شايف كده، فاصبح ان دي حالة ايه؟ حالة ايه؟ حالة أولى. فدي طبعا if we burn من غير الاي دي، يعني الإجابة تكون burn بس. what not if we don't recycle. what will happen طبعا دي انا عملتها will happen دي، وهجيب الفعل happen من غير الاي دي. تمام. what will happen ليه؟ عشان معانا هنا بعد if جملة في منفية في المضارع البسيط، والجملة المنفية في المضارع البسيط طبعا دي حالة أولى، الحالة الأولى فيها will زائد فعل في المصدر. رقم 13 will save water if we only not short showers، يبقى واحنا هنوفر المية تمام if we only، لو احنا بس if we only take، لو احنا take مضارع take short showers بناخد شاور يعني قصير. بعد كده رقم 14 if you not a professional basketball player تمام. who not for يبقى if you a professional basketball player تمام اللي هو لاعب باسكتبول محترف، يبقى if you are a professional basketball player تمام who not for، يعني انت هتلعب ساعتها مع مين؟ who تمام. واجيب بقى هنا مستقبل يبقى who will you تمام play for تمام كده، يبقى who will you play for، هتلعب انت بقى ساعتها مع مين؟ دي حالة طبعا أولى. الحالة الأولى مضارع بسيط بعد اف زي ما انت شايف، والجملة الثانية فيها مستقبل بس في صيغة السؤال who will you play for. رقم 15 if he not now he won't طبعا دي برضه حالة أولى، يعني want نفي من كلمة will، فالحالة الأولى برضه يأتي بعد اف ايه؟ مضارع بسيط، يبقى if he don't ولا doesn't، لا doesn't طبعا يا مستر، ما هي يبقى doesn't study. if he doesn't study تمام لو هو مش بيذاكر دلوقتي he won't تمام have time later مش هيكون معاه وقت بعدين. تمام. بعد كده معانا رقم 16 هنا if سوزان had taken the map، لو سوزان كانت قد أخذت الخريطة she not lost. طبعا had taken طبعا ده ماضي تام زي ما انت شايف كده had زائد تصريف ثالث. معانا الجملة الأخرى طبعا تبقى would زائد تصريف ثالث برضو، إن طبعا ده حالة ثالثة. يبقى if سوزان had taken the map she would have تمام. طبعا عايز ينفي الجملة يبقى wouldn't have got او كانت gotten تمام. بتهيالي got تمام. هنتاكد برضو مع حضراتكم ونقول لكم. طبعا اتضح معانا ان الاثنين اصلا صح.
الاثنين صح، سواء جوت او جوتن الاثنين صح، سواء انت بتستني في واحده يو كي بريطاني في واحده امريكي، الاثنين صح كتصريف يعني. بعد كده رقم 17 where would you، تاني بنقول مع بعض where would you go on holiday، يعني اين انت، تمام. معانا would هنا كسؤال كنت انت يعني ساعتها هتروح فين في اجازه، تمام. يبقى دي معنى حاله تانية if you could choose، لو انت كنت تقدر تختار كنت هتروح فين. طبعا نجيب مكانه حولناها للماضي بقت ايه، بقت could بالشكل ده كده. رقم 18 the teacher، المدرس not angry if you didn't do your homework، يبقى المدرس تمام. عندنا هنا didn't ماضي بسيط، فانا اجيب هنا بقى كلمه would تمام بالشكل ده كده. يبقى the teacher would be angry، هيكون غضبان if you didn't do your homework. رقم 19 what not me if it were my birthday tomorrow، what me not if it were، معانا هنا بقى were في الماضي زي ما انت شايف كده my birthday tomorrow، تمام. if it were my birthday، لو كان عيد ميلادي امبارح يعني، تمام. يبقى انت كنت هتجيب لي ايه؟ فعندنا طبعا ده برضو حالة تانية، فاقول what would، تمام. what would you give me if it were my birthday tomorrow. بعد كده معانا طبعا هنا if we recycle more، لو احنا بن recycle بنعيد تدوير الكثير اكثر واكثر يعني more اكثر يعني اشياء اكثر يعني. they're not، معنا طبعا دي مضارع، يبقى there won't، نجيب بقى will وننفيها عشان نجيب لي كلمه not يعني بقول في الجمله، يبقى want to be so much rubbish، مش هيكون ساعتها في much rubbish يعني قمامه كثيره. بعد كده معنا رقم 21 if they had something to eat، لو هم كان لديهم شيء ليأكلوه، كان لديهم في الماضي، يبقى they would بالشكل ده كده they would، فيها طبعا wouldn't عشان في الماضي wouldn't be hungry، ما كانوش هيكونوا جوعانين. بعد كده رقم 22 if we not the weather forecast we wouldn't have gone to the beach، يبقى if we، معنى هنا طبعا wouldn't منفية بالشكل ده كده، يبقى معنى هنا طبعا جملة في زمن الماضي، يبقى if we heard، لو احنا كنا سمعنا the weather forecast we wouldn't have gone to the beach. لا ثانية واحدة، ده هنا we wouldn't have gone، ده تصريف ثالث، يبقى ده مش حالة تانية، دي حالة ثالثة. فالحالة الثالثة نجيب بقى هنا ايه، had، يبقى we if we had heard لأن heard تمام. had here عندنا heard يبقى had heard. رقم 23 what not if you had a credit card، ده ماضي يبقى حالة تانية يعني نجيب هنا قبل if، معانا هنا would يبقى what would you buy، اللي انت هتشتريه، او might على فكرة، بس might ما بتجيش في السؤال بالشكل ده، ما علينا. يبقى what would you buy if you had a credit card. رقم 24 if they not up they will miss the film، هيفوتوا الفيلم، معانا هنا will زائد فعل في المصدر، ان دي حالة ايه، حالة أولى، يبقى هنا مضارع بسيط، يبقى if they don't hurry واجيب الفعل hurry بمعنى يسرع بالشكل ده كده. رقم 25 if the bus، لو الاتوبيس not soon will be late زي ما انت شايف كده apostrophe ll، معانا هنا if the bus بقى if the bus، طبعا هنا حالة أولى، يبقى هنا مضارع بسيط بس منفي، يبقى if the bus doesn't، ليه doesn't منفي doesn't ليه؟ لو فيت هنا بدونت اشمعنى هنا doesn't عشان المفرد يا أخي، عشان الفاعل مفرد اهو، ده باص. تعبتني معاك يا أخي، ما الفاعل مفرد اهو، يبقى the bus doesn't arrive soon will be late، هنكون ساعتها ايه، متأخرين. رقم 26 if they had found me، لو هم if they had found me ماضي تبعه had زائد تصريف ثالث، يعني كده يبقى الجملة الثانية هيكون فيها would have زائد تصريف ثالث او might have زائد تصريف ثالث، في اكتر من إجابة، يعني ممكن نقول might، ممكن نقول would، تمام. هنخلينا في might المرة دي might have، واجيب بقى الفعل give اخليه تصريف ثالث يبقى اسمه given، يبقى might have given them the news. رقم 27 if I not you I wouldn't eat so many sweets، مش هاكل الكثير من الحلوى، يبقى if I معانا طبعا هنا if I طبعا هنا معانا wouldn't eat يعني حالة تانية يعني ماضي، يبقى if I were you من النصيحة، لو أنا كنت مكانك
I wouldn't eat so many sweets. قلنا نصيحة بنجيب، قلنا بعد I بنجيب where عادي، حتى ان I اصلا بيجي بعدها was بس احنا نجيب where، احنا في حالة شاذة من حالات if. الحالة الثانية ممكن نجيب where بعد I. 28 will go for a walk unless it not. well طبعا دي هنا دي معانا well زائد فعل في المصدر، ومعانا هنا unless اللي هي عكس اصلا if معنى من معناها، هتبتدي بس بعد النفي للجمله، فاصبح دي حاله اولى. فالجمله الثانيه تاتي طبعا ايه في المضارع، يبقى rain نحط لها اس بس rains. بعد كده رقم 29 if the north pole not the water north pole طبعا اللي هو القطب الشمالي، يبقى if the north pole not، ومعانا طبعا هنا the water would يبقى دي حالة ايه؟ حالة تانية تمام. فمعانا طبعا هنا ماضي، يبقى if the north pole عندنا melted، يبقى نجيب melt. يا لو كان القطب الشمالي ساح، المية would flow من cities، كانت تغطي الكثير من المدن، وده شيء يعني غير محتمل حدوثه في الوقت الحالي، او غير ممكن حدوثه في الوقت الحالي تمام. فدي حالة رقم 2. بعد رقم 30 if we not it was Paul's birthday we would have sent. would بص ركز معايا would have sent تصريف ثالث، فاصبح ان دي حاله رقم 3، حاله ثالثه صح ولا لا؟ دي حاله رقم 3. في الحاله الثالثه انا بستخدم فيها ماضي تام، يبقى if we had، واجيب بقى الفعل know في التصريف الثالث know known يعني بالشكل ده كده ان كمان، وحرف الكي طبعا في الاول سايلنت مش بيتقرأ. بعد كده معايا رقم 31 if you play the music too loud، لو انت بتعزف موسيقى too loud بصوت عالي جدا. you نقط طبعا هنا معايا مضارع زي ما انت شايف كده، يبقى دي حالة أولى، يبقى you will wake up، يبقى انت ساعتها هتصحي wake up معانا will wake up the neighbors، هتصحي الايه الجيران. بعد كده معانا رقم 32 my father doesn't feel happy، أبي لا يشعر تمام بالسعادة unless، معنى هنا unless زي ما انت شايف كده تمام he not every day. unless طبعا ياتي بعدها ده هي بتنفي الجمله معنى من المعنى. دلوقتي بنشوف هنا doesn't feel يعني مضارع بسيط منفي يعني حاله اولى، يعني الجمله الثانيه يكون فيها well زائد الفعل في المصدر، يبقى well swim. يبقى طبعا نراجع معنا الجمله كده my father doesn't feel happy، ابي ما بيشعرش بالسعاده اذا هو لم يذهب للسباحه كل يوم، يعني هو لو ما راحش يسبح كل يوم ما بيشعرش بالسعاده. ماشي راجل جميل والله. 33 if the river had frozen، لو النهر had frozen كان قد تجمد تمام. ماضي تام. فالجمله الثانيه طبعا دي حاله ثالثه بقى تمام. معنا freeze froze frozen، وفروزن ده تصريف ثالث اللي هو معنى يجمد، هو freeze بالشكل ده كده، froze ماضي، frozen زي ما انت شايف كده frozen تصريف ثالث frozen. my friends and I، انا واصدقائي بقى ساعتها would have gone تصريف ثالث من فعل go يبقى gone، ويبقى would have gone تمام. معلش هتحس ان دي تبع الاجابه اللي تحت، بس مش تبع الاجابه اللي تحت ولا حاجه اهو، عشان مفصلينها خالص اهو. if people use bikes، لو الناس بتستخدم بايكس دراجات او used، ممكن هنا used ماضي استخدموا الدراجات instead of cars بدلا من العربيات، ودي حاله ثانيه. يبقى there طب ساعتها بقى ممكن نعمل حاله ثانيه بقى هنا would، بس طبعا هنا بيقول لي not in في الجمله بقى، يبقى wouldn't او might بنحط لها ان apostrophe t او not تمام. وفي الاغلب might معاها not في الاغلب، يبقى wouldn't be، دي حاله ثانيه wouldn't be تمام so much pollution. بعد كده رقم 35 if our team had scored another goal، لو الفريق بتاعنا had scored يعني كان قد سجل ماضي تام، والماضي التام يعني حالة ثالثة، يعني الجملة الثانية يجي فيها would have ذات تصريف ثالث، might have ذات تصريف ثالث، عندنا كمان would وmight وcould have ذات تصريف ثالث. يبقى if our team had scored another goal we، ساعتها مثلا ممكن نقول we could يا سيدي اهو could we would we might الثلاثة صح. could have ذات تصريف ثالث win won اهو، يبقى could have won. بعد كده رقم 36 if the waiter، لو الويتر اللي هو النادل not as soon قريبا will have to leave، هيكون يجب علينا او هيكون سوف يجب علينا ان احنا نغادر. يبقى if the waiter الويتر اللي هو النادل if the waiter
تمام us soon معانا بقى not serve هننفي الجملة بس معانا هنا مستقبل يبقى دي حالة أولى يبقى ننفي الجملة ب doesn't عشان waiter مفرد يبقى doesn't serve us soon. رقم 37 we'll have dinner outside تمام احنا سوف نتناول العشاء بالخارج in the garden في الحديقة unless إذا لم not it too cold تمام طبعا هنتناول العشاء طبعا دي مستقبل فالجملة الثانية تأتي في الحالة طبعا الجملة في الحالة الأولى خلاص عرفنا من will إنها حالة أولى فالجملة الثانية تأتي طبعا في المضارع يبقى if it is مضارع it is too cold. بعد كده رقم 38 when you heat wax لما انت بتسخن الواكس اللي هو الشمع ده ساعتها it melts دي بقى حالة صفرية مضارع بسيط دي حالة زيرو بعد كده معانا رقم 39 if he had been able to afford it أو if he had been تصريف ثالث تمام كده if he had been able to afford it لو هو ما كانش يقدر ان هو يتحمل نفقاتها he not her a diamond ring كان ساعتها had been able to لو احنا حتى عندنا في الماضي ماشي ممكن was able to بس هنا تصريف ثالث يبقى ده حالة ثالثة يبقى he would يعني هنا بقى he would have واجيب بقى معانا الفعل باي في التصريف الثالث يبقى bought بالشكل ده كده يبقى would have bought تمام. بعد كده معانا رقم 40 if it rains لو الجو بيمطر this afternoon هذه الظهيرة we not out تمام. معانا هنا طبعا مضارع بسيط وجاي بعد if مضارع بسيط فالجملة الثانية هيكون في الأغلب فيها will الحالة الأولى يبقى we want يبقى هننفي بقى will خليها want ليه؟ عشان هو قال لي not يبقى we want go out يبقى احنا مش هنخرج بره. بعد كده رقم 41 if she not the exam he want to get the job she has applied for يبقى if she تمام. ومعانا هنا the exam he want طبعا ده مستقبل منفي يبقى معانا طبعا ده مضارع بسيط يبقى if she doesn't وننفيها بقى if she doesn't pass لو هي لا تجتاز الاختبار هي ساعتها مش تحصل على وظيفة تمام. she has applied for اللي هي قدمت ليها اصلا. رقم 42 if she posted a letter now لو هي نشرت الخطاب دلوقتي تمام. معانا طبعا ده ماضي بسيط في حالة تانية يبقى they would receive ومعانا الفعل receive بالشكل ده كده receive it by Tuesday. 43 if I not about the dinner I would have come earlier تمام. معانا هنا طبعا الجملة التانية تمام بالشكل ده المفروض يكون في هنا كوما I would have come تمام. يبقى تصريف ثالث يبقى حالة ثالثة قصدي حالة ثالثة يعني would have زي تصريف ثالث يبقى if I had تمام زي التصريف الثالث للفعل known يبقى if I had known بالشكل ده كده. بعد كده رقم 44 my boss not angry if John comes to work late again يبقى المدير بتاعي لو جون comes يأتي يبقى will be angry حالة أولى تمام. بعد كده رقم 45 if my girlfriend left me لو الجيرل فريند بتاعتي سابتني فأنا عندي دي رقم الحالة رقم 2 I not miserable هكون ساعتها بائس يبقى عندي طبعا دي الحالة رقم 2 يبقى I would feel miserable هشعر بالبؤس. بعد كده رقم 46 I know that if I were you تمام. if I were you زي ما انت شايف دي حالة برضو تانية فيأتي في الجملة الأخرى من الحالة التانية would برضو يبقى I wouldn't say that ما كنتش هقول كذا if I were you لو أنا كنت مكانك. بعد كده رقم 47 if I had lost my way لو أنا كنت فقدت الطريق بتاعي had lost يعني تصريف ثالث يعني دي حالة ثالثة فهنا أحط would have زي تصريف ثالث أو might. تعال بقى نحط might المرة دي if I had lost my way I might to the nearest police يبقى I might have زي تصريف ثالث فين الفعل go يبقى gone بالشكل ده كده يبقى if I had lost my way I might have gone to the nearest police station كنت أروح لأقرب محطة شرطة. بعد كده رقم 48 if I not a spider in my bathroom I would cry out loud يعني أنا يعني هصرخ بصوت عالي. معايا هنا would زي تصريف زي تصريف أول يعني فعل في المصدر
يبقى دي حاله رقم 2، فاعمل دي في الماضي يبقى if I saw a spider. لو انا كنت شفت سبايدر يعني عنكبوت in my bathroom. رقم 49 معانا دلوقتي اخر صفحه، هنحل بس اخر صفحه عشان يبقى وصلنا حلينا كل حاجه على قواعد اف او الاف كونديشنالز. معانا 49 بنقول if you not quickly will catch the bus. يبقى if you ومعانا quickly معناها هنا المفروض يكون في هنا كوما. you will catch يبقى دي حاله اولى يبقى if you run quickly. بعد كده رقم 50 she could win the race if she not. تمام could وزائد الفعل في المصدر يبقى معانا طبعا could يبقى حاله ثانيه يبقى if she tried لو هي كانت حاولت tried. تمام she could win the race كانت زمانها فازت بالايه بالسباق. 51 if I had lost برضو دي حاله ثالثه ليه يا مستر ماضي تام او had زي تصريف ثالث. يبقى if I had lost my way اعمل برضو هنا ايه ده نفس المثال تقريبا كنا حليناه دلوقتي might have gone بالشكل ده كده might have gone. معلش بقى احنا بنكتب بسرعه شويه عشان بس وقت الفيديو ما يطولش. رقم 52 if you not to learn a lot you would have taken او you would have taken معانا هنا طبعا حاله ثالثه would have ده تصريف ثالث فاحنا نعمل احنا بقى جمله هنا بايه بالماضي التام يبقى if you had wanted ده طبعا الفعل want. if you had wanted to learn لو انت كنت عايز تتعلم الكثير you would have taken this course كنت زمانك خدت الكورس ده. 53 I not to your party if I had time. I had ماضي تام برضو معانا هنا يبقى حالة ثالثة يبقى I would have واجيب بقى الفعل بتاعي في التصريف الثالث اللي هو come نفس الكلمة يعني الكلمه مش هتتغير لان هي ما بتتغيرش بالنسبه للمضارع بيبقى الماضي بالاي لكن التصريف الثالث نفس الكلمه بالظبط بتاعت المضارع. 54 if you know the flowers they won't survive. تمام they won't هم مش هيبقوا على قيد الحياه يبقى معناها هنا نفي في المضارع البسيط يبقى if you don't واجيب الفعل water معايا if you don't water the flowers لو انت مش بتسقي الزهور هم مش هيبقوا على قيد الحياه هيموتوا طبعا. 55 the beach الشاطئ would be an ideal place هيكون مكان نموذجي for a picnic للنزهه. if اذا it not طبعا هنا would be يعني حاله ثانيه فنعمل هنا بقى ماضي بسيط if it طبعا so crowded it wasn't تمام so crowded بس كده يعني جبت بيه ونفيتها بس. 56 if John were older لو جون كان اكبر برضو حاله ثانيه بتعرف من هنا مستر ان هي حاله ثانيه وهي ابن تصريف ثاني اهو تصريف ثاني يبقى حاله ثانيه تصريف ثالث يبقى حاله ثالثه تصريف طبعا ويلز الفعل في المصدر او مضارع يبقى حاله اولى. طب مضارع بسيط يبقى حاله صفريه وهكذا. الدنيا سهله يا جماعه قواعد اف سهله جدا لا فاضل لك بس حذف اف وخلافه ودي بقى ناخدها مع بعض ان شاء الله في المنهج الاساسي. if John were older لو جون كان اكبر he not marry Susan لو جون كان اكبر يعني شويه كان اتجوز سوزان يبقى معانا هنا he would marry واجيب الفعل marry زي ما هو بعد would. بعد كده معانا رقم 57 if the manager لو المدير is in the shop في المحل he not your questions لو المدير كان موجود في المحل كان هيجاوب على سؤالك يبقى well دي حالة أولى will answer واجيب الفعل answer بالشكل ده كده. بعد كده رقم 58 we will go swimming tomorrow احنا هنروح السباحة بكرة. if it not تمام معانا will طبعا هنا هي زائد الفعل في المصدر فمعانا طبعا الناحيه الثانيه if it ومعانا هنا طبعا هنا دي حاله اولى فنقول طبعا هنا منفيه يبقى doesn't if it doesn't بالشكل ده كده I'm so sorry doesn't rain مفيش مشكله. طيب بعد كده رقم 59 if I not والجمله الثانيه فيها wouldn't even get تمام wouldn't even get تمام get فعل في المصدر وهو حاله ثانيه يبقى if I واجيب الفعل سيل في الماضي يبقى if I sold this car لو انا كنت بعت العربيه ديت I wouldn't if get $1,000 for it كنت ساعتها هحصل على $1,000. يعني رقم 60 if واخر سؤال if the computer breaks down لو الكمبيوتر بيتعطل ده مضارع I not what to do تمام ساعتها انا مش هعرف اعمل ايه يبقى I لو الكمبيوتر ده عطل I want no مش هعرف ساعتها what to do هعمل ايه. شكرا كان مع حضراتكم مستر احمد ابو سمرة. وبكده انتهت حلقه اليوم.
حلقه قصيره شويه بس حل على القواعد اف الاربعه، الحاله الصفريه، الحاله الاولى، الحاله الثانيه، الحاله الثالثه. اتمنى ان انت تدعمني في القناه الخاصه بيا، هي القناه لسه جديده شويه بس اتمنى دعمكم ليا عشان اقدر ان انا اكمل فيديوهات اكتر واقدر ان انا انزل سلسله كورسات اكتر بقدر الامكان. ونسال الله دايما التوفيق والنجاح لكل الطلاب، والتوفيق للنجاح والسداد لينا باذن الله. وبعد ذل حضراتكم لو في مثلا كان في بعض الاخطاء الغير يعني الغير مقصوده او الغير معلوم عنها، يعني مثلا الله اعلى واعلم لو كان في خطا او اي حاجه في الحل او اي شيء، فان شاء الله ما فيش اخطاء تماما باذن الله على قدر معرفتي. واتمنى من حضراتكم دايما المتابعه المستمره، وانتظروا ان شاء الله كورس الصوتيات القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.